مسلم بن عقيل سلام الله عليه كان كثير وشديد العلاقة بعمه أمير المؤمنين، وكان دائما يحب أن يتمثل بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومسلم بن عقيل سيف من سيوف أمير المؤمنين اعتمد عليه في معركة صفين، فجعله بصف الحسن والحسين على ميمنة الجيش. شنو من بطل اللي يكون بصف الحسن والحسين قاد على الجهة اليمنى وميمنة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، لثقة الإمام بشجاعته وبسالته وإيمانه وتقواه. ومسلم بن عقيل نريد أن نتكلم في هذه الليلة بعض من جوانب اللي شفناها. طبعا مسلم بن عقيل بالمناسبة حتى يكون بالمعلوم للجميع ما استشهد في كربلاء، إنما وين استشهد؟ في الكوفة. واستشهد في الكوفة في أي يوم؟ في يوم عرفة. لاحظ؟ ولذلك شوف المنزلة العظيمة لزيارة الحسين في يوم عرفة. ومسلم قبل أن يقتل زار الحسين، قال السلام عليك، ما ترك الزيارة. شوف ايش قد زيارة عظيمة زيارة الحسين في يوم عرفة. مسلم قبل أن يقطع رأسه زار الإمام الحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله. تعرف منزلة مسلم ويعرف حقيقة منزلة هذه الزيارة وتسليمه على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه. مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه في مسيرته، نحن إذا نريد أن نقول معصوم، أن نقول كذا، فنعم وحق له أن يكون معصوما، ولكن العصمة درجات، ولكنه في درجة ما هو معصوم. ولذلك الإمام الحسين قال أخي وابن عمي وثقتي، فكيف يوثق إنسان وهو إمام حجة الله على الأرض يوثق للمسلمين، يقول لهم هذا ثقتي، قوله قولي، فعله فعلي، ثقتي. فعندما وثقه لعلمه بمنزلة مسلم بن عقيل في مسيرة مسلم بن عقيل، الوقت ياخذنا في مسيرة مسلم بن عقيل سلام الله عليه، في إيمانه، في ورعه، في تقواه، في التزامه. هناك نقاط نستفيد من عدة، وهي هم نذكر شنو حدث في الكوفة وماذا حدث أيضا مع مسلم بن عقيل، ونستفيد من مواقف مسلم بن عقيل سلام الله عليه. عندما كان في بيت طوى، حقيقة هذه المؤمنة المرأة عندما كان في بيتها وجاء القوم قبل ما يجون الليل كله، ليلة واحدة وبات أدم، في الصباح اجوا الجماعة. في هذه الليلة كان صافا قدميه في العبادة والصلاة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فسألته هذه المرأة البطلة الشجاعة الطوعة، قالت له سيدي يا مسلم بن عقيل، ما رأيتك رقدت هذه الليلة؟ فقال لها بلى رقدت هنيئا، وإذا بعمي أمير المؤمنين قد أقبل إليك.
شوف علاقة